السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتي قناة نان هوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر، بحبكم كتير في الله. النهاردة هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل حاجة مناسبة للجو الحر اللي احنا فيه، ومتوفرة دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله بأنواع مختلفة، وده وقتها وأحلى وقت ليها. المانجا بكل أنواعها كلها أحلى من بعض. شايفين الحلا الجميل ده حلا مانجا بارد خفيف وسهل ومغذي، وطعمه جميل جدا، وهيوديك في حتة تانية خالص. طعمه وهمي، هيوديك في حتة تانية خالص. شايفين وما شاء الله جميل ازاي، ما شاء الله، وخفيف وطعمه تحفة اهو. منظره كمان يعني مغري، يخلي الواحد ياكل على طول في الحر اللي احنا فيه ده. عايز حاجة خفيفة وساقعة كده متلجة، وفيها فاكهة طبعا عشان الفواكه كلها مية. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف معانا ايه. احنا معانا مانجا نعومي. دي مانجا مفيدة وليها طعم مميز، وحجمها بيبقى كبير، ولونها بيبقى أخضر على أحمر كده، والبذرة بتاعتها بتكون ايه صغيرة. ومعانا 4 كوبايات لبن، كيلو لبن، ومعانا 4 معالق سكر كبار، و4 معالق نشا كبار، ومعانا كيس جيلي، وعلبة زبادي، وظرف فانيلي. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط اللبن كله في حلة، وهنحط السكر والنشا كله على البارد. طبعا اللبن مغلي من قبل كده ويعني وبارد يعني. تمام كده، وهنقلب. وهنضيف دلوقتي الجيلي مانجا، عشان ايه؟ يعزز الطعم واللون. وهنحط ظرف الفانيليا وهنقلب. وهنضيف دلوقتي علبة الزبادي. تمام كده، وبرضو هنقلب. وبعد كده هنرفعهم على نار متوسطة. وبرضو هنفضل نستمر في التقليب عشان ما يبقاش في اي تكتلات، وتبقى ناعمة كده وكريمي. دي يعني مهلبية بالمكونات اللي احنا قلنا عليها. دلوقتي هنجيب المانجا وهنقشرها، وهنقطعها كده شرايح. تمام كده، هنقطعها شرايح جوليان كده، يبقى ليها شكل مميز كده. بس انتي عايزة تقطعيها بأي طريقة قطعيها. اهي شوفوا البذرة بتاعتها صغيرة ازاي، بيضاوية وصغيرة. خلاص المهلبية بتاعتنا خلاص استوت، طلعت اهي فقاقيع وخلاص السمك اللي احنا عايزينه. دلوقتي هنسيبها على الجنب شوية، وهنرص المانجا في البولات. هنرصها من تحت الاول. خدت اربع بولات يعني الكمية دي. وهنغرف بقى المهلبية فوقيها، المهلبية مع الجيلي مع الزبادي. يعني المكونات دي ليها طعم مختلف مختلف مختلف، مهلبية مختلفة. تمام كده، عبيناهم كلهم اهو ما شاء الله. وبعدين سيبنا الوش يتشمع شوية، عشان لما نيجي نضيف له اي حاجة من فوق ما تنزلش في المهلبية، لا تبقى على الوش كده ظاهرة، تبقى محملة. هنضيف دلوقتي الفستق البديل.
اهو هنضيف كمية الاول على الوش، وبعد كده هنضيف المانجا، شرايح المانجا، التقطيع اللي تعجبك، بس انا يعني حبيت اغير واعمل الشكل ده. تمام كده، نظبطهم كلهم كده. خلاص دلوقتي هنعمل هنجيب فوق الفستق برضو وهنرشه من فوق على المانجا كده شوية، وداير ما يدور الطبق يعني حوالين الطبق اهو. والمنظر الجميل الروعة والطعم الوهمي معانا اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.